هو احنا ليه بقينا بنسلم رقبتنا وعقلنا وجبنا لتطبيقات الموبايل بسهولة كده؟ وهل التطبيقات اللي بتدعي انها بتسهل حياتنا وتوفر وقتنا زي تطبيق انستا شوب هي في الحقيقة بتسرق فلوسنا وبياناتنا وبنقع في فخها واحنا مش دريانين ومفكرين ان هما بيخدمونا ببلاش ولا لأ؟ خليك معايا لاخر الفيديو عشان هجاوبك على السؤال ده بصراحة، لان انا واحد من الناس اللي ما بثقش ابدا في اي حاجة بتتقال عليها انها مجانية وبتعمل عشان سواد عيوني. في البداية كده خلينا نعترف ان احنا بقينا كسالى قوي. زمان الواحد كان بينزل يفرز الخضار والفاكهة ويشوف صلاحية المنتجات بنفسه. دلوقتي احنا بقينا بنستسهل ونضغط على شاشة الموبايل ونستنى الدليفري، وده في حد ذاته خلى التطبيقات دي تتحكم فينا وتعرف احنا بناكل ايه وبنصرف كام ومزاجنا عامل ازاي. بياناتنا كلها بقت متسجلة عندهم. بس عشان اكون حقاني ومنطقي، الحياة بقت سريعة جدا والضغوطات زادت، وفوائد التطبيقات دي في حياتنا عموما ما تتنسيش. هي فعلا بتنقذنا في اوقات الزنقة. لو انت راجع من شغلك هلكان او عندك عزومة مفاجأة او حتى تعبان ومش قادر تنزل الصيدلية، التكنولوجيا هنا بتكون هي الحل السحري اللي بيوفر مجهود بدني ووقت طويل جدا. ومن هنا يجي دور تطبيق زي انستا شوب. التطبيق ده فكرته باختصار ان هو بيجيب لك السوبر ماركت، الصيدلية، المخبز، محلات الخضار واللحمة لحد باب بيتك، مجرد وسيط بينك وبين المحلات اللي حواليك في منطقتك. وعشان تستخدمه التطبيق ده صح وما تتخمش منه، لازم اول حاجة تقارن الاسعار. ما تدخلش تطلب اي حاجة تشوفها. ادخل على سوبر ماركت، كارفور بقى، مش عارف، خير زمان، ولو ان خير زمان ده اغلى حاجة في الدنيا. اسمها ايه ديت؟ اسمها ايه اللي لونها برتقاني دي؟ يعني ماركت كده، وبين في كذا حاجة يعني. ممكن تخش عليها وتقارن الاسعار من جوه التطبيق عشان ما يضحكش عليك. لان انت ممكن مجرد ان انت اتعودت انك تشتري من مكان معين بتشتري من غير ما تاخد بالك ان في فروقات في الاسعار كبيرة جدا، غير سعر الشحن او مصاريف التوصيل. قارن المنتج وقارن مصاريف التوصيل، لان دي التريكات اللي بيسحبوا بيها فلوسك. وتاني حاجة، دايما بص على قسم العروض والخصومات عشان تطلع بأكبر استفادة، وتتجنب الشراء العشوائي اللي تطبيق مصمم انه يغريك بيه. يعني بيقول لك خصم مش عارف ايه بدل ايه. طب انت اساسا لو دخلت على جوجل على طول وكتبت كذا هيطلع لك في كذا حتة بكل الاسعار اللي انت متصورها. طيب الناس رأيها ايه؟ انا دخلت بنفسي على جوجل بلاي وستور وقريت تعليقات المستخدمين وفلتها. الاغلبية العظمى بتشكر جدا في سرعة التوصيل، وان التطبيق واجهته سهلة ومريحة للعين وتقسيمته ممتازة. لكن من الناحية التانية العيوب الناس اللي بتشتكي منها مش قليلة. في ناس كتيرة بتشتكي ان ساعات المندوب بيجيب منتجات بديلة من غير ما يرجع للعميل. ودي حاجة يعني ايه، حلوة لناس ووحشة لناس. يعني انا حللي الازمة وجاب لي حاجة بديلة، بدل مثلا مرقة ماجي جاب لك مرقة كوين مش عارف ولا ايه. المهم نحل المشكلة يعني. وساعات خدمة العملاء طبعا بتكون بطيئة جدا في حل المشاكل. لو حصل غلط في الأوردر أو منتج طلع بايظ، ما بيتجاوبوش معاك ولا بيحلوا لك أزمتك بسرعة ولا بيحاولوا يرجعوا لك فلوسك. ودي طبعا حلها في جهاز حماية المستهلك، وإن أنت يبقى معاك فاتورة وتتكلم معاهم. وطبعا هما هيرجعوا لك فلوسهم وهم جزمة فوق رقبتهم. ودي نقطة لازم الشركة برضو تقف عندها، اللي هي موضوع ان استرجاع الفلوس دي لازم من غير ما اعمل جهاز حماية المستهلك ولا كده. لازم يبقى انت بتراعي العميل بتاعك اللي دافع فلوس عشان يتعامل معاك. وهنا بقى يجي السؤال الأهم، التطبيق ده مجاني وبتحمله ببلاش، امال هما بيكسبوا ازاي وبيدفعوا رواتب وتطوير التطبيق منين؟ بص يا سيدي، مفيش حاجة ببلاش. المطور بيكسب بطرق خفية جدا انت مش واخد بالك منها. اول حاجة بياخد نسبة عمولة من السوبر ماركت او الصيدلية على كل اوردر انت بتطلبه، ده اول مكسب. تاني حاجة مصاريف التوصيل، بياخدوا نسبة من حتى الموظف اللي هو بيوصل على كل اوردر انت بتطلبه. ورسوم الخدمة اللي بتضاف في اخر الفاتورة. وتالت حاجة والاهم، الاعلانات اللي بتظهر لك جوه التطبيق الماركات والمنتجات الكبيرة. ده غير ان دراسة سلوكك الشرائي في حد ذاته كنز بيخليهم يعرفوا يسوقوا لك ازاي. لو انت مش مرتاح للنستا شوب او حابب تنوع، تطبيقات بديلة في السوق المصري ممتازة جدا وبتعمل نفس الوظيفة وتقدر تقارن بينها. عندك تطبيق طلبات مارت، عندك بريد فاست اللي بتميز بالمخبوزات، وعندك تطبيق رابت اللي بيوصل في وقت قياسي. نرجع بقى لسؤالنا اللي سألناه في أول الفيديو، هل التطبيقات دي بتسرقنا؟ الإجابة المباشرة هي لأ.
هما مش بيحطوا ايديهم في جيبك، هما بس بيكسبوا من ورا راحتك. انت بتدفع ضريبة الوقت والمجهود اللي هما وفروه لك. فلو انت قادر تنزل وتشتري حاجتك بنفسك هتوفر كتير اكيد. لكن لو وقتك بفلوس ومجهودك مش جايبك فانت بيقضي شهر لابد منه، وهي ضريبة التطور. لو الفيديو دوت نورك وخلاك تفكر بشكل مختلف، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل تحليلاتنا الجاية. سلام يا معلم.